عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سأريكم طريقة جد سهلة لتحضير ملون طبيعي أحمر لتجنب استخدام الملونات الاصطناعية. وللأسف كما نعلم أن الملون الأحمر يستخرجونه من حشرات أو خنافس التي ترمز ب E120، ونستهلكها كثيرا في اللحوم والعصائر والمرتديلة وحتى في مواد التجميل. لكي لا أطيل عليكم هيا بنا لنرى الطريقة. الشمندر أي باربة بالدارجة المغربية، ونحكها ونضعها في طاوة الفرن. عندما تستخدمون الفرن عند الانتهاء منه أدخلوا الطاوة إلى الفرن وتكرر العملية حتى تصبح وتطحن جيدا. أنا سبق لي حضرتها، ها هي عندي جاهزة كما ترون تقريبا 3 أيام وأصبحت جاهزة. أحبائي في الله، أنا استعملت الملون في هذا الكيك لكي تروا نتيجة الملون. أتمنى أن تعجبكم الفكرة وتجربونها. في حلقة قادمة إن شاء الله سأقدم لكم ملون أخضر طبيعي 100%. لا تنسوا المشاركة، وشكرا.